بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم البنات في قناه حلويات سهله وسريعه لينا. اليوم ان شاء الله راح نطيبوا مع بعض هذا الطبق او الكراتة الرائعه، كراتة بطاطا بالدجاج ومعاهم خضر، واحد الخضره ما يحبوهاش الاطفال، راح ندخلوها معهم. صراحه طبق راقي بزاف بنين، يعني ننصحكم ضروري تجربوا هذه الوصفه لانها بنينه بزاف ويجي مشمخ ما يجيش ناشف، يعني وصفه من اروع ما يكون. هنا في المقله تاعي درت شويه زيت، حوالي ربع مغارف تاع زيت، وضفت عليهم بصله تكون متوسطه، قطعتها رقيق. هنا من الاحسن يعني تقطعوا البصله، ما ترحوهاش، لانه هكذا اولا تمد لكم بنه رائعه، ورايحه ثاني تزكي لكم الحشو تاعكم ويجيكم بزاف. هنا باه يجيكم الحشو هذاك بنين، البصله هذيك لازم تقليوها مليح حتى تتحمر. شوفوا هنا كيفاه ولا اللون تاعها. في هذه المرحله ضيفوا صدر الدجاج، ضيفوا نص صدر. انا يعني درت صدر مش كامل، ولكن بقى لي منه ما درتوش كامل. ضيفوا نص صدر الدجاج راح يكفيكم. ديروا له شويه ملح، وحاولوا من الاحسن تحلوه بالفرشيطه، ما ديروش بالمورفه لانه راح يتكتل معاكم. بالفرشيطه حتجيكم العمليه سهله. هنا بعد ما حليته كامل ضيفوا له شويه ثوم وخلوه يتقلى مليح. بعد ما يتقلى ضيفوا له فلفل اسود والتوابل. درت انا شويه توابل الدجاج، شويه كركم، شويه كزبر، وشويه فلفل احمر. هنا هذه المكونات راح نخلطوهم مع بعض كامل، وراح نضيف عليهم حبه طماطم تكون مقطعه. انا نسيت الطماطم، ما ضفتهاش في البدايه، على هذه ضفتها بعد ما درت التوابل. نتوما الاحسن ضيفوها في البدايه، خلوها تتقلى مع الدجاج ومع البصل. وهنا ضفت شويه ما حتى قسمي يتغطى لي الدجاج فقط. هنا خليته يغلي حوالي 2 دقائق لانه كلش طايب، وخلوه شويه بلاصوص تاعو هكذا. اولا باه ما تجيكمش الكراته ناشفه، وثانيا راح نديروا لها 4 كريمه جبن ممكن تحضروها. عندي كاس كريمه سائله، كريمه خاصه بالطبخ، وعندي كاس حليب عادي. ضفت لهم شويه فلفل اسود وشويه ملح، ونضيف عليهم مغرفه كبيره فارينه. اذا ما عندكش الكريمه السائله تقدري تستغني عليها، ديري 2 كيسان حليب، وديري 2 مغارف فارينه. تقدري هنا تستغني على الكريمه السائله، ولكن اذا عندك من الاحسن ديري بالكريمه لانها تسمى طعم رائع لكريمه الجبن. هنا ابقاو تخلطوا هكذا باه ما تدير لكمش الفارينه كتل، حتى تشوفوا الخليط هذا بدا يغلي. خلوه يغلي دقيقه فقط وطفوا عليه. هنا بعد ما طفيت عليه ضيفوا له الجبن. انا درت 3 قطع جبن، واللي عندها جبن طري دير مغرفه كبيره او 2 مغارف. الجبن ثاني مد طعم بنين اكيد، هذه كريمه الجبن. والمهم خلطوا حتى يذوب معاكم هذاك الفرماج كامل، ومن بعد غطوها، اكيد غطوها. ومن بعد راح نستعملوها. تشوفوا كيف نستعملوها، يعني الكراتة بكريمه الجبن جات بزاف بنينه. هنا عندي البلاطو تاعي تاع الدجاج، درت شويه كريمه تاع الجبن من الاسفل. ومن جهه اخرى رحت قليت البطاطا، قطعتها دوائر وقليتها عادي، وقليت معاها شويه جريوات. هذه الخضر يعني اكثريه الاطفال ما يحبوهاش، ولكن مش راح يحسوا بها ابدا في هذه الكراتة. تقدروا تستعملوا بطاطا وحدها، يعني لكم الاختيار. البطاطا يعني هي المكون الاساسي. كيما راكم تشوفوا معايا هنا درت طبقه سفليه من البطاطا، وراح نضيف هذاك الدجاج. انا كيما قلت لكم الدجاج درت تقريبا صدر ناقص شويه، ولكن ما استعملتوش الكل. نتوما ديروا نص صدر راح يكفيكم. ندير طبقه من الدجاج، وطبقه شويه فوق الدجاج هذاك ديروا كريمه الجبن. كل مره ديروا كريمه الجبن، كل ما ديروا طبقه ديروا كريمه الجبن. يعني الفيديو راه يوضح الطريقه بالتفصيل. اللي تحب وصفات ناجحه اقتصاديه، ما عليها غير تشترك في القناه وتفعل الجرس. خلوا لي جيم وتعليق، الجيم والتعليق هما السبب الرئيسي اللي يخليو فيديوهات القناه يوصلوكم. يعني شحال من وحده تقول لي ما كيش تنشري لانكم ما كنتش تتفاعلوا. على هذه اليوتيوب ما يقترحش عليكم وصفات القناه. ولكن جربي ديري جيم او تعليق، اول ما نحط الفيديو القادم راح تلقيه في اليوتيوب، راح يوصلك الفيديو. هنا بعد ما كملت كامل الطبقات كما شفتوا معايا وكما وضحت لكم في الفيديو، بقات لي شويه كريمه الجبن درتها من الاعلى.
هنا من الأحسن ديروا من الأعلى لأن أنها تمد لكم يعني طعم رائع. درت لها شوية فرماج، درت خليط بين جودة وشيدر وشوية كزبر أخضر. الفرماج يعني استعملوا واش عندكم، تقدروا تستغنيو عليه فقط بالكريمة هذيك نتاع الجبن اللي درتوها. هنا حندخلها للفرن. طيب شعلوا لها من الأسفل ومن الأعلى مع بعضها قيس ما يذوب لي هذاك الفرماج وتغلي شوية فقط حوالي 10 دقائق. هنا بعد ما طابت وتحمرت يعني تحصلت على 4 قراصة بطاطا بالدجاج، جات بزاف بنينة. يعني ننصحكم تجربوها. ما تنساوش تبعثوا لي تطبيقاتكم في الفايبر، حنخلي لكم رقم الفايبر. جربوها يعني صدقوني بزاف بنينة. ما تجيش ناشفة، تجي مشمخة، تجي من أروع ما يكون. اللي تحب تنشر تطبيقها تدخل لجروب الفيسبوك حلويات سهلة وسريعة لينا وتنشر التطبيق تاعها. وما تنساوش تزيدوا تضربوا طلة في القناة، يعني حضرت لكم في الفيديو السابق وصفة تاع كروكي جا رائع، يجي بزاف بنين. واللي تحب الحلويات تزيد تزور قناتي الثانية الخاصة بالحلويات اسمها حلويات البرايجية. هنا بعد ما طابت كما شفتوا معايا راح نقسمها معاكم تشوفوا يعني القوام تاعها كيفاه جات. صدقوني جات بزاف بنينه. هذه يعني من الاحسن، يعني لو كان تجربوها راح تعتمدوا هذه الوصفه. هنا حنقسم معاكم تشوفوا القوام تاع هذه الكراتا كما قلت لكم. ان شاء الله في الفيديو القادم راح نحضر لكم بيتزا كاري. هنا بعد ما قسمتها معكم يعني صراحة جات ولا أروع. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، يكون عجبكم، ونتلاقى في وصفات جديدة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.